قام بحركة غريبة. ماذا قصد أشرف حكيمي برفع يديه؟ أثار النجم المغربي أشرف حكيمي جدلا واسعا بعدما قام بحركة غريبة عقب خساراتهم من كرواتيا، وذلك بمباراة تحديد المركز الثالث في مونديال قطر. وفاجأ حكيمي الجميع برفع يديه الاثنين إلى الأعلى، وظلت يديه على هذه الحال مرفوعة على شكل إكس. وضجت المواقع بالتفسيرات حول حركة حكيمي، فرجح البعض أن تلك الحركة احتجاجية وابتكرها اللاعبون في الرياضات لتعرضهم للظلم، فيما رجح آخرون أنها تعبر عن طموح المنتخب المغربي والذي تم تقييده من طرف السياسة والفيفا، وإنهاء حلم الوصول للنهائي. والبداية كانت من مقابلة فرنسا في نصف النهائي، ويأتي ذلك بعد اعتراض اللاعبون المغاربة على التحكيم، وذلك في مباراة فرنسا بالدور نصف النهائي، واعتبروا أن الحكم لم يمنحهم ركلتي جزاء كما تكرر السيناريو ذاته في لقاء كرواتيا. واحتج اللاعبون المغاربة وعلى وجه الخصوص أشرف حكيمي على قرارات الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم. كما دخل حكيمي في مشادات مع جاني إنفانتينو، هو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، عقب انتهاء مباراتهم مع كرواتيا، اعتراضا على القرارات التحكيمية خلال المباراة. وخسر المغرب نصف النهائي أمام فرنسا، ثم تلقى هزيمة أخرى أمام كرواتيا، وأنهى المونديال في المركز الرابع. فماذا قصد أشرف حكيمي بتلك الحركة؟ شاركنا برأيك في التعليق إن كان رأيك صحيحا.